هو انت مش من حقك تسال مدرس؟ انت ضيعت لنا تقريبا شهرين تقريبا بتشرح في الدعامه والحركه. استفيد بخبرتي، انا بدرس بقالي 42 سنه، فانا عاقد النيه باذن الله ان انا اخلص المنهج 15/2. يا ابني ده غلط، اللي يعمل الكلام ده يا ضعيف علميا يا صغير ما عندوش خبره. اتسالت يا اولاد 3 اسئله. السؤال الاول، طالب بيسالني بيقول لي حضرتك يا دكتور مجدي هتخلص المنهج فعلا يوم 15/2؟ قلت له ان شاء الله باذن الله تعالى انا عاقد النيه على ده، ان انا اخلص لك المنهج يوم 15/2. قال لي طب ازاي؟ ده المدرسين كلها مش هتخلص قبل شهر 4. يا حبيبي افهم، والكلام ده انا بقوله في منتهى الوضوح اهو على مجدي فوده، ماليش دعوه بالاخرين. فانا هدخل قبري لوحدي، وهتحاسب مع ربنا لوحدي، وهدخل الجنه او هدخل النار لوحدي، فما تربطنيش بحد. لكن انا بتكلم عن مجدي فوده. لو اقدر اخلص لك حاجه في حصه واديتها في حصتين، فمجدي فوده حرامي وظالم، لانه سرق ولاد الناس قدام عينك في فلوسهم وفي وقتهم. فانا عاقد النيه باذن الله ان انا اخلص المنهج 15/2. ده كان السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هو حضرتك هتخلص الجيولوجيا في 3 شهور، هتبداها في شهر 10 وهتخلصها في 12؟ قلت له ايوه ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. كثيرين بقى سالوا السؤال ده، هو حضرتك فعلا هتخلص الكلام ده؟ ده المدرسين هتخلص الكلام ده على الاقل في 5 6 7 شهور. حبيبي انا ماليش دعوه بحد، استفيد بخبرتي، انا بدرس بقالي 42 سنه، فاستفيد يا ابني بخبرتي، ماليش دعوه بحد. انا هشرح الجيولوجيا بمنتهى الفهم، هحل كل اسئله الامتحانات السابقه، هشرح لك قدام عينك وهحل كل الكتب الخارجيه، مش هخلي في نفسك حاجه. هنبداها في شهر 10، هننهيها ان شاء الله باذن الله تعالى خلال شهر 12. مش هيجي علينا 1/1/2026 وهشرح كلمه في الجيولوجيا. كون الاخرين بقى بيشرحوها في 5 شهور و6 شهور و7 شهور، انا ماليش دعوه بالكلام ده يا ولاد. لو اقدر اريح الناس واوفر وقتهم واوفر فلوسهم، ليه ما نعملش ده؟ السؤال رقم 3، هو حضرتك ليه ما بداتش التنسيق الهرموني بالغده النخاميه؟ يا حبيبي الله يهديك، الغده النخاميه دي بيسموها الرئيسه، رئيسه الغدد. طب بتطلع ايه دي؟ بتطلع هرمون بينبه قشره الغده الكظريه. انت عارف يعني ايه غده كظريه؟ لا. طب تعرف ان الغده الكظريه دي ليها قشره وليها نخاع؟ ليه بتطلع هرمون ينبه القشره ما بينبهش النخاع؟ ما عندكش اجابه. طب ايه رايك ان الغده النخاميه دي بتطلع هرمون بينبه الغده الدرقيه؟ الغده الدرقيه، طب انت عارف الغده الدرقيه دي فين؟ لا. طب الغده الدرقيه دي بتطلع هرمونين، سيروكسين وكالسيتونين، اللي بيطلع من الغده النخاميه بينبه الغده الدرقيه تطلع سيروكسين بس. طب ليه ما بينبهاش تطلع كالسيتونين؟ ما عندكش اجابه. طب ايه رايك ان الغده النخاميه بتطلع هرمون اسمه FSH، الهرمون المنبه لتكوين الحويصلات، بيعمل حويصله جراف. طب مش من حق الطالب يسال يعني ايه حويصله جراف؟ بتعمل ايه حويصله جراف؟ ما عندكش اجابه. طب الهرمون المنبه قدام عينك للجسم الاصفر LH بيطلع من الغده النخاميه، بيحفز المبيض عشان يعمل حاجه اسمها الجسم الاصفر. هو ليه الجسم الاصفر؟ ليه مش الجسم الاسود ولا الاخضر ولا الاحمر؟ ليه سموه الجسم الاصفر؟ بيعمل ايه الجسم الاصفر؟ ما عندكش اجابه. يبقى المدرس اللي يشرح الغده النخاميه دي يشرحها عشان هي في الكتب رقم 1 اولا الغده النخاميه، اقول له حبيبي انت غلط، يا ابني ده غلط، اللي يعمل الكلام ده يا ضعيف علميا يا صغير ما عندوش خبره. طب انت ليه بتطلب مني بقى قدام عينك ان انا ما افيدكش يا ابني؟ دي تدرس اخر حاجه في التنسيق الهرموني. طب ليه؟ عشان دي بتتحكم في معظم الغدد الصماء الموجوده في الجسم. ازاي نقولها رقم 1؟ هو كتاب الوزاره ده كتاب سماوي جاي من عند ربنا؟ الكتب الخارجيه دي مش عاملها بشر؟ كتب المدرسين دي مش عاملها مدرسين؟ ايه المشكله؟ وقد يخطئ. يبقى بتطلب مني ليه يا حبيبي اشرح لك الغده النخاميه؟ اول حاجه ده خطا وكلام ما يرضيش ربنا ومش صح. انا بعمل اللي يرضي ربنا اولا ويرضي ضمير مجدي فوده، معتبر ان كل طالب بيسمعني ده ابني او بنتي. انا بقى عايز اقول حاجه، وانا اتسالت ال3 اسئله دول، انا عايز اسال كل طلبه مصر اللي بيسمعوني، هو انت مش من حقك تسال مدرس؟ انت ضيعت لنا تقريبا شهرين تقريبا بتشرح في الدعامه والحركه، وهتضيع شهر واسبوع على الاقل ان لم يكن شهر ونص عشان تشرح لنا قدام عينك التنسيق الهرموني. طب وده 6 درجات على الدعامه والحركه و5 درجات على التنسيق الهرموني. طب الDNA بقى انت هتشرحه لنا في كام حصه؟
ها كم حصه؟ اقول لك كم حصه؟ هيشرحوه في 6 7 حصص. عارف في وقت قد ايه؟ حوالي الشهر. عارف امتى؟ في شهر 3 وفي شهر 4. يرضي ربنا الكلام ده؟ وده اكبر موضوع في الاحياء عليه درجات، عليه 16 درجه السنه اللي فاتت، دور اول ودور تاني. يبقى ده ما يرضيش ربنا. عرفت بقى ليه الدكتور مجدي يا حبيبي انت وهو حريص انه يشرح لك الكلام ده قدام عينك في شهر 12، في شهر 1 قدام عينك، في اول شهر 2، عشان يرحم حضرتك ويقول لك خد بالك الكلام ده عليه اعلى الدرجات، وتعالى بقى نعيد ونزيد ونحل كل الامتحانات ونحل كل الكتب الخارجيه، ساعتها تبقى انت 100 100. اسالوا مدرسينكم انتوا هتخلصوا لنا المناهج امتى؟ افهم ده حقك يا بابا. يبقى انت ما بتطلبش حاجه مش من حقك، ده حقك انك تسال هذا الكلام. طيب يا دكتور مجدي، نعم انا عايز الفتره اللي فاتت دي انت ذاكرت بشكل او باخر، انت ذاكرت بشكل او باخر. طيب كيف تصلي وليه بتصلي؟ سؤالين انا بسالهم، كيف تصلي وليه بتصلي؟ بنصلي عندنا امل نخش الجنه ان شاء الله وربنا يرضى عنا. طب واصلي ازاي؟ مش ده كلام مهم؟ ولا الصلاه دي تمشي اي كلام يا الله اكبر وتسجد؟ لا حبيبي، ده في كل حاجه لها اصول. طب انت عايز تنجح؟ وعايز تخش احسن الجامعات؟ وعايز تطلع من الاوائل؟ ده هدفك؟ ايوه. طب اعمل ده ازاي؟ كيف تذاكر؟ سؤالين بسالهم هتفكر فيهم. لقائي معاكم ان شاء الله نعيش وكان في عمر، الفيديو القادم هرد على السؤالين دول. انت عايز تطلع من الاوائل؟ عايز اطلع من الاوائل وعايز انجح وافرح بابا وافرح ماما وافرح الدكتور مجدي. حاضر، انا هقول لك الطريقه، هقول لك الاسلوب اللي تمشي بيه قدام عينك عشان تنجح في حياتك عموما وتتفوق في الثانويه العامه. ثم رقم 2، عشان كمان قدام عينك تحقق حياتك قدام عينك وفي الاخر تدخل الجنه بمشيئه الله تعالى. ما هو الناجح ما عندوش وقت لمعصيه ربنا. ربنا يجعلكم ناجحين ويوفقكم ويرضيكم ويفرح ابائكم وامهاتكم ويفرحني بنجاحكم ان شاء الله. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.